السلام عليكم. مساء الخير. ان شاء الله نعمل وصفة سهلة كده وتكون المكونات موجودة في البيت بإذن الله. حاجات كلها بسيطة، من احلى الطاسات، بالذات في جو الشتاء ولذيذة كمان. يلا بسم الله. جبت الاول بتنجانية واحدة نفس الحجم ده كده، وهقطعها شرايح متساوية، وهرجع تاني هقطعها مكعبات. تمام، هقطعها كلها نفس الطريقة كده ونفس الحجم ده، مكعبات متوسطة كده. تمام. خلصت البتنجانية خليها على جنب. كمان 2 فلفل اخضر احمر اي حاجة اللي موجود، واحد برضو يكفي عادي. هقطعهم هما كمان مكعبات صغيرة. كل الخضار اللي معايا هقطعه مكعبات صغيرة كده بنفس الطريقة. تمام، ده كمان خلص. كمان هحتاج بصلاية وسط واحدة بس، وهحتاج طماطمية. اقطع البصلاية مع الفلفل لان كده كده وقت التسوية هضيفهم مع بعض. يلا بقى نروح على النار عشان نبدأ نجهز. حط 4 معالق زيت او 5 معالق بالكتير، وهننزل البتنجانة. هي كده كده اول ما نحطها في زيت هتشربه، لكن وقت التسوية بعد ما تستوي هتنزل كل الزيت اللي كان فيها تاني. انا بس شفت ان هي محتاجة كمان معلقة كده، ضفت كمان معلقة وخلاص. هي دخلت في التسوية خلاص اهي، فنزلت كل الزيت اللي كان فيها، فانا كده مش هضيف اي زيت تاني خلاص، هما بس الشوية دول. خلاص استوت معايا، اطلعها بقى من الزيت. انا صفيتها من الزيت كويس. تمام. هضيف دلوقتي بقى البصل والفلفل اللي قطعناه بقى مع بعض. تمام. انا كل ده شغالة على نار متوسطة عشان انا عايزة الخضار يدبل وفي نفس الوقت يستوي. هو دبل معايا الفلفل والبصلاية، فقطعت الطماطمايه اللي معايا برضو قطعتها رفيع قوي ناعم قوي، او ممكن تبشريها عادي وهتضيفيها عليهم. هضيف بقى الملح والتوابل، توابل بسيطة، رشة ملح حوالي نص معلقة صغيرة كده، ورشة كمون، رشة فلفل اسود، وكزبرة ناشفة. تقلبتين كده برضو الطماطم تتسبك مع شوية الخضار الحلوين دول. بس كده تمام، وريحة البهارات طلعت. هضيف بقى البتنجانة بس بسيطة، اغطي النار، بس اغطي عليها بتاع دقيقتين بس كده، تتسبك مع بعضيها كده والبتنجانة تاخد طعم الخضار وكده. تمام. انا كنت لقيتها نشفت شوية فضفت نص كوباية مية، ممكن تعملي ده عادي مش بيأثر على الطعم. كمان هضيف بقى 4 بيضات، وعلى كل صفارة كده رشة فلفل اسود. حابة تسيبيه كده يطلع بيض عيون، تمام. مش حابة هتعملي زي ما انا عملت كده،
تقلبي الصفار بس. اغطي عليه كمان دقيقتين مش اكتر، ومهديه النار قوي عشان البيض ما يتحرقش. وهضيف بقى رشة جبنة موتزاريلا بقى، ميكس الجبن اللي موجود، يعني مش هتقولك لا، لكن صدقوني من احلى الطاسات ومن احلى الاكلات السهلة، وفي نفس الوقت بتخدمك يعني قوي. وبالمناسبة لو ما فيش بيض مش حابين تضيفوا بيض ما تضيفوش، لكن لو متوفر ضيفوا بيض. فهغطي عليها كمان بس ثواني، عايزة الجبنة بس تسيح، بس هي جاهزة، هي جاهزة معاكي. تاكلي بقى مع عيش بالطريقة اللي تحبيها، حلوة كتير كتير. ان شاء الله هتعجبكم، بألف هنا على اللي هيجرب، وأتمنى تكون وصفة سهلة وسريعة كده، ويستنوا فيديو جديد. السلام عليكم.